السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده فراخ مشويه حلوه قوي وسهله جدا، وشويه رز جنبها. انا عملت الرز دوت بالبسله والجزر وشويه كركم. والله عايزه تعملي رز ابيض ساده جنبيه، مش عايزه براحتك. الفراخ طبعا بنغسلها كويس قوي وبنسيبها تتصفى تماما، وقطعي الفراخ زي ما انت عايزه الحجم اللي يعجبك. وبعد كده ادي الخلطه بتاعتنا، سهله قوي ومتوفره جدا طبعا في البيت. شوية توم، بصل، طماطم، فلفل. أنا حطيت فلفل حامي وملح وفلفل وشطة وشوية بابريكا والزيت، شوية زيت وخل، كله مع بعضه. وهديله ضربة حلوة قوي في الخلاط أو في الكبة المتاح عندك اعمليه. حقيقي حقيقي كان ريحتها حلوة قوي وجميلة جدا. خلاص أنا ضربتهم كلهم مع بعض، كله مع بعضه، الفلفل والملح والثوم والشطة والبابريكا كل التوابل. اي توابل عندك انت عايزه تحطيها ودي فيها زياده حطيها. الفراخ بتحب كل التوابل، اللي انت بتحبيه حطيه. قلبتهم كلهم مع بعض كويس قوي، وهشيلهم بقى في التلاجة قبلها بيوم او كده. انا بصراحه كانت كميه كبيره، شلت جزء في الفريزر، عملته مره تانية وعملت جزء. الجريل دوت بدهنه الاول دهنه بسيطه كده هو بالزيت، ده اول ما بحط الفراخ ده لازم. وبعد كده برص فيه الفراخ. بصراحه حلو قوي الجريل دوت وجميل قوي بيسوي الفراخ. بس بعد ما انت بتديها التشويحه الاولانيه زي ما احنا هنشوف وهنقلبها، نسيت اصور لكم ان انا بحط نص كوبايه ميه بعد كده وبقفله وبسيبه لما تستوي تماما الفراخ. بس معلش ما صورتهاش الحته ديت. بعد ما بدوق بصوا، ادي قلبت اهو كويس، وهياخد لون تاني على الجهة التانية. بحط بقى الربع نص كوباية مية وبقفله وبسيبها تماما لما تشرب ميتها. وبعد كده بتلاقيها في منتهى الجمال واستوت وطرية قوي. انا قلبت كله اهو كويس قوي كلهم، كل قطع الفراخ لازم تاخد اللون ده. وبعد ما خدت اللون زي ما قلت لكم حطيت النص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه بس، متحطش ميه كتير. هي هتشرب الميه بتاعتها وهتستوي فيها. بنقفل الغطا عليها وبتستوي. بس معلش مصورتهاش. ادي الفراخ بص عملت ازاي، لون واحد وريحتها وطعمها منتهى الجمال ومستويه جدا. وبعد كده انا عملت الرز، رز عادي جدا، رز مصري عليه شويه كركم وملح وفلفل وشويه زيت وحته سمنه، واستوى مع بعض. البسله والجزر طبعا بيستووا لوحديهم في الاول، وبعد كده نحطهم على الرز نقلبهم كويس قوي. خلاص، رز سهله جدا جدا، ودي وجبه سهله جدا وظريفه قوي وطعمها حلو وريحتها حلوه جدا، وفي نفس الوقت الاولاد بيحبوها. بس بالهنا والشفا. يلا باي.